الأهالي قرروا مقاطعة الخبز السوري. التشبيح اللي هو بتحارب فيه الشعب بلقمة خبزه وعيشه، بس أنك ترفع 100% معناته أنت عم تصوب طلقة بقلب كل شخص فقير ما عنده حق ربط الخبز يجيبها. للتشبيح عدة أنواع. أولا تشبيح بسلاح، ثانيا تشبيح بالكلمة الباطلة اللي بتأيد فيها الظالم. التشبيح النوع الثالث اللي هو بتحارب فيه الشعب بلقمة خبزه وعيشه. لما بترفع ربط الخبز 100%، ما يقارب 100%، انت عم بتحارب شعب بلقمة خبزه. لا وكمان بيصدروا بيانات، أنا حاسسكم الجامعة العربية عم تصدروا بيانات، عم تصدروا بيانات تشبيح. هي تعتبر بيانات تشبيح على الشعب السوري. والله اللي بيقدم خجله منكم، اللي بعزاز خجله منكم. انت عم بتساهم اوتوماتيكيا بالحملة العنصرية ضد اللاجئين في تركيا. في ناس ما عندها قدرة تشتري ربطة خبز، بتقول لا انا برجع على بلدي، بعرف بلدي جوعان، ليش انا اجوع ببلد اللجوء؟ الأهالي قرروا مقاطعة الخبز السوري إلى إشعار آخر، يعني لحد ما هيك يجيب كيفهم وتنزلوا الأسعار ترجعوها مو مثل ما كانت، معلش يكون فيها شوي زيادة ما في مشكلة، يعني 10%، 15%، 20% ما في مشكلة. بس أنك ترفع 100% معناته أنت عم تصوب طلقة بقلب كل شخص فقير ما عنده حق ربط الخبز يجيبها. أنت عم بتحارب الفقير بخبزه.